أهلا وسهلا فيكي. صراحة اليوم منورة المسرح ومنورة المكان. وجودك ميرسي. هي كل الشرف أن اليوم حاضرة معك أكيد. وأنا كمان ميرسي. إن شاء الله بتكون سهرة حلوة على الجمهور الحاضر. أكيد رح تكون سهرة رائعة. وجودك هلا العالم صارت تحبك، صرتي معروفة شوي بفضل MBC، وإن شاء الله يا رب نشوفك هيك نجمة أكبر وأكبر بالمستقبل. إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. اليوم بدي أفتح معك مشوارك الفني. أنت درستي علوم سياسية. نعم. وكنتي بتحبي تكوني مقدمة برامج. مش كنت بحب، يعني بوقتها ما كنت عارفة شو بحب، يعني عملت كاستينج لجرب نكون، بس ما عاد كملت فيها، ما كانت هدفي، يعني ما مش هدف، بس انه بوقتها كنت انا ما بعرف بعد شو بدي اعمل، شو بدي اكون. بعرف انه بحب غني شي محل، بحب اطلع TV شي محل، بس كانت ما فيها هوية واضحة. بعد كمان شاركتي بمسرحيات شانسونية. ايه مزبوط. اول اطلالة لإلي اذا بدك على المسرح كانت من خلال شانسونية، مسرح سياسي. ايه مزبوط. لا لانه كنت بغني، لانه كنت احب ابرز صوتي من خلال حيالله، يعني شغله انه تساعدني. بس القدر كان كاتب لك شيء تاني، انه اخذك على الفن، اخذك على الغناء، وصرتي مطربة معروفة كتير ومشهورة. مش بس قدر، يعني دايما القدر بيساعد، الموهبة بتساعد، الحظ اوقات بيساعد، بس بده يكون عندك يعني حد ادنى من الموهبة، ويعني والقدر اذا لعب دوره كمان. قلت لك انا ما كان هدفي انه اعمل مذيعه، او انه كنت انه بعدني صغيره وبعرف انه بحب غني، بشارك بحفلات المدرسه، فتت شانسونيه مع اهم شانسونيه بوقتها اللي كان الفنان الله يرحمه وسيم طباره، مسرح الساعه 10، بس لانه كنت عم غني فيهم، مش لانه فيهم ادوار تمثيليه جدا بسيطه، يعني مش انا بس. يعني وانا كمان قدمت على استوديو الفن، يعني أنا تخرجت من استوديو الفن كمان، يعني عارفة إنه عندي حد أدنى من الموهبة بدي كمل فيها، بس القدر ساعتها أخذني محل ما أنا بدي روح. شو تتذكري في هالتجربة اللي مرت عليك ببرنامج استوديو الفن؟ أنا نجحت باستوديو الفن، بس ما كان في تركيز علي إنه مبينة موهبتي بوقتها، أو إنه كتير آمنوا فيها. لا نجحت شيء، أنت عارفة إنه مش كل شخص بينجح ببرنامج هوات يعني هو بيصير نجم بالمستقبل، يعني في يكون انه عمل طلعه له نعرف شوي وبعدين هو اللي يصير نجم، والعكس صحيح. بوقتها ما يعني يمكن ما امنوا او ما شافوا، رح اقول لك ما شافوا فيي مشروع نجمه. زعلتي؟ هلا اكيد زعلت، بس انه لما ما بتكوني ضايقه طعم النجاح والشهره ما بتكون هالقد الزعل قوي، وهالقد يعني بهدك. لا. شو صار بعدين؟ ابدا. تعرفت على شركه انتاج هي ليدو ميوزيك، وعملت لي اول عمل لإلي يلي هو بدي دوب. ولما نجحت الاغنيه، لانه انا عملت عمل كامل البوم، لما نجحت الاغنيه وهيك واستشعرت شوي اول نجاح لإلي، صار بدي اكثر. ما بصدق حدا بيجي بيقول أنا عبالي يصير نجم مشهور إلا إذا مشهور ومحبوب ومعروف، إلا إذا استلذ هيدا الشعور وحسيت فيه. أنا لما حسيت فيه صار بدي، لا حسيت إنه أنا نجحت عقد بوقتها، لا بعد بدي أكتر، صار بدي أكتر وهيك صارت يعني. ميرسي. ورجعنا المحبوبي أنا ملكة الإحساس إليسا. ميرسي. شو كان إحساسك أول مرة، يعني أول ألبوم طلع لإليسا وشافت صورة على الألبوم؟ مش الصورة اللي عنيت لي، يعني أنا بنطر العمل، شو عم يعمل العمل، وهي من بدايتي هيك. إذا لقيت إنه أخذ استحسان 10% 20%، هون ببلش أعمل ردة فعل، بس مش صورة الألبوم إنه شوفها إنه أنا عم نزل عمل، لأنه حملك مسؤولية. هالشيء حملك مسؤولية. بتحبي حملك مسؤولية، بس بدي لك شغلة، يمكن تعملي أحلى صورة بالعالم وأنت هلأ مبتدئة، أو الصورة ما تعمل شيء عند العالم لأنك أنت ما تعلمي عندهم. هيدا ما بحياتي أنا خلاني أعمل ردة فعل من صورتي، أو بالعكس عملت ردة فعل من أغنية بدي دوب. السكسي الكبير بوقتها بالنسبة لعمر الفني، سكسي كبير بالنسبة لعمر الفني الصغير. هيدا اللي خلاني إنه فتح عيوني أكتر.
شو الألوان اللي كنت بتحبيها تحطيها بألبوماتك يتعرفوا الناس عليكي من خلالها؟ ليكي أنا أول ألبوم من أول، هو بالأحرى من أول أغنية أنا عارفة شو بدي. يعني أنا لما عملت أول عمل لإلي اللي هو شو بدي دوب، كانوا عم يقترحوا علي البروديوسر أغاني خليجية وأغاني لهجة بيضاء. قال لهم أنا ما بحب غني مش لوني، ما بقدر غني هاللون. رجعوا سمعوني بدي دوب واحكي لي حبيبي وهيك، قلت لهم هيدا بدي اياه. انا هويتي لإلي كانت واضحه من اول عمل انا بلشت فيه. وبعدين طبعا طورت حالي من خلال الموسيقى، التوزيع، المواضيع، صار عندي جرأة اكثر بالطرح يعني. وهيدا طبعا مع الوقت، مش رح اقول لك من اول عمل او من ثاني عمل. لحد اليوم عندك 8 ألبومات. هذا الشيء خلاك تكون بالصف الأول بالوطن العربي، يعني الفنانات اللي موجودات بالصف الأول. ما في شك انه عملت قاعده جماهيريه كبيره يعني كبيرة. يعني والعالم كانت مع الوقت وبين انه عم بيكونوا كتير لويل يعني اوفياء يعني. وكبرت مع الوقت وبعدها عم تكبر يعني. انا بهالعمل كنت خايفه انزل، يمكن عم بحكي عن عمل اسعد وحده، كنت خايفه انزل ولدرجه انه في محل قررت انه انا ما بقى بدي اعمل البومات. أول شيء لأنه الوضع بالعالم العربي تغير، ما يعني بتحسي إنه ما بقى عم بتحسي بقيمتك كفنانة قدام العالم. بس بعدين شفنا إنه نحن بعصر السوشيال ميديا، ولقيت إنه لا، يعني حتى العالم بتفوت بالملايين عم تسمع الأغاني وهيك، بتحسي لا إنه منيح اللي رجعت مجبورة آخر شيء أنا أعمل ألبوم، إنه أنا عندي عقد فيه كان وقف، بس إنه في عقد بدي كمله. وفي ناس كانوا عم بيقولوا لي لا، يعني عشوائي إنه خفت. لقيت لا، إنه بعد في الموسيقى لها مساحة كتير كبيرة بس بغير طريقة. بعدين في شغلة بتضل يعني الموسيقى هي المتنفس الوحيد للعالم حقيقة. هل فيني أنجح لحالي إنه أو لازم يكون أشخاص يساندونك أو يوقفوا معك يعطوكي بوش؟ لكن ما في إيد بتزقف لحالها. قد ما تكوني عندك موهبة، خصوصا بس تكوني بأول طلعتك ما عندك الخبرة الكافية، بدك معك منتج، بدك شخص يعرف يكتب، بدك شخص يقلك هيدي الشغلة بتناسبك أو ما بتناسبك. ما في إنسان بينجح لحاله. يعني دايما النجاح بدك توزعيه، يعني له النجاح دايما يعني فضل لكتير أشخاص بيكونوا حواليك. ودايما آراء شخصين وثلاثة أهم من إنك تاخدي قرار يعني لحالك. وهيدا عليك على كل حال أنا عندي كتير قرارات أنا باخدها، بس هي اكتسبتها، هيدا مع الوقت صرت باخدها مش هلأ. وبعد عندي طبعا في محلات بعدني بحاجة لرأي مدير أعمالي، لرأي المنتج تبعي، رأي كتير آراء ناس بتشتغل معي. لما تقعدي بينك وبين حالك تعملي فلاش باك، شو الاشياء اللي انت بتتذكريها؟ شو الحلو وشو المر شو الصعاب؟ يعني بكل شيء في اوقات حلوه، في اوقات مره، في اوقات صعبه. بس الانسان بطبعه بينسى. حتى اوقات اللحظات الحلوه بتنسيها اوقات لانه هي كتير قليله، ولحظات البشعه كتير كمان بتنسيها لانه انت بتعرفي لو الانسان ما بينسى. بيقول اوقات اذا بيموت شخص قريب منك، اذا هالقد بتحبيه وهالقد بتزعلي بتموتي عليه، بس الله عطينا نعمه هي نعمه النسيان. ما في شيء يعني بتذكره فلاش باك. بعرف انه في قصص انا كليبات كانت فاشله لإلي، دعسات ناقصه كانت لإلي، دعسات كتير منيحه كانت لإلي، عملت انجازات كبيره بحياتي، كان في محلات يمكن كان في اعمل احسن، بس ما في شيء بيعلم هيك بالذاكرة لأنه بتنسي وكل يوم عندك تجارب جديدة. شو الكليبات اللي أنت ما كنت راضية عليهم أو الأغاني اللي ما مثلا عندي كليب وآخرتها معك، بلاقي من الكليبات ما بعرف إذا يعني في يقول فاشلة، بس ما كانت ناجحة لأنه أنا عملت بدي دوب، وكان بدي دوب فكرة شرشف، وكانت فكرة جديدة ورجعت إذا بدك كررتها، لقيت إنه ما قدمت لي شيء أبدا الغنية يعني، وحتى قللت لي من جمال الأغنية. كيف بتتجاوزي هالصعاب إنه اللي بتمر عليك؟ إذا ما بتعملي قصص تحسي
فشلت معك أو ما نجحت ما بتتقدمي. إذا أنت ناوية تنجحي هول القصص مراحل صغيرة بتقطعي عنهم بوقتها، يعني كليب من مراحل يعني أو أغنية. مش يعني أنا عمري ما نزلت سينجل، أنا دايما بنزل ألبوم. مش إنه إذا عملت أغنية سينجل وفشلت إنه لا، أنا عندي دايما يعني من أول ما بلشت ألبومات عندي يمكن 12 13 غنية 14 غنية أوقات 15 غنية. هلا من وقتها بعمل جهد اشتغل عن نوعية، طبعا تطور ذوقي وتطور وعيي، هذا كله مع الوقت صرت أقدم قصص أحسن. حديثنا أكيد ما زال مستمر، بس بعد وقفة غنائية نستمتع بصوتك. شو رح تسمعينا؟ عايشالك أحلى سنين في العمر يا ضي العين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك، وكتير وأنا بتمناك يا حبيب القلب بستناك. عايشالك أحلى سنين في العمر يا ضي العين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك،
أغنياتك العاطفية كيف تختاريها؟ بالحق قلبي و يعني لازم الغنية تأثر فيي لما بسمعها، ما بتقطع. يعني مش إنه سمعت غنية أوكي حلوة هي خرجت تتغنى، لا، يعني بتبكيني، بتأثر فيي، بتحرك فيي شيء. في أغاني من أول مرة، في أغاني بسمعهم أكتر من مرة، وفي أغاني بتاخد معي وقت لأنه بخاف من مواضيعها. يعني في أغنية بألبوم الماضي كان اسمها من غير مناسبة، تكلم عن العنف، ضربني ضربها، خفت منها لأنه كان موضوع جديد. ضلت عندي 4 أشهر حبتها وبنفس الوقت خايفة اختارها ونزلها بالألبوم. عبالي حبيبي كمان لأنه موضوع كتير جريء، بس حبيته فينالما إنه فن رسالة بدك تطرحي كل شيء يعني يوصل، وهيك صار. يعني أنت ما بتغني بس للحب الوردي، بتغني إنه منك عايش الحب الوردي. يعني أنا ما يعني أنا ما بغني لأنه حالات بتعبر عني، حالات الحب المتعددة، صح؟ يعني يعني أنا بعيش حالات، تجارب صحباتي، أصحابي، شباب، بنات، تجاربي أنا. ما في شيء اسمه لافي ان روز يعني. اوقات بتضطري تاخدي اغنيه كلها عواطف وحب، بس تكون الغنيه بتجنن حلوه ما فيك تقولي لا. اوقات بيبقى في موضوع فيها قضيه الاغنيه، وليتلي صرت ما بخاف من الجرأه بطرح المواضيع. ثانك يو. بعرف إنه مرات بكيتي وأنت عم تتسجل الأغاني. ليكي بعيش الحالة. يعني أنا دايما إذا ما عندي حبيب بخلقه بخيالي، أنا عم سجل باستوديو، بخلقه، بعيش الحالة اللي أنا عم الكلام اللي أنا عم غنيه في يأثرني. ومشان هيك بتلاقي أوقات في أغاني طالعة من نص قلبي بعيشها. يعني مش شرط يكون، لأنه أوقات أنا بقول إنه إذا عندك حبيب حقيقي بحياتك مش ضروري تكوني مبسوطة. يعني بتعرفي الحياة منا كلها سهلة وحلوة، دايما في خلاف وبتتخانقي وبترضي، بس أوقات بدك تفصلي. لما تفوت، أنا بس فوت على الاستوديو بفصل خلص. يعني إذا أنا كنت متخانقة يمكن مع شخص بحبه، بخلق حبيب جديد فكر فيه إنه أعيش الحالة معه، لأنه بيزعجني إذا بفكر فيه. دايما بشوف إنه بتغني أغاني كتير رومانسية مع موديلز أو عارضين رائعين، فشو الرجل اللي بيلفت نظر إليسا؟ ما في شك بيلفتني الرجل الحلو، بس هاي أول مرحلة. بس لما تتعاطي مع شخص حلو فيك تبطلي شايفتيه حلو بس تحكي معه، وفيك تشوفيه أحلى، بس مش شرط. بس أنا لأنه عم بعمل أغاني مصورة، بده يكون في كل العناصر متكاملة. يعني شاب حلو، أغنية حلوة، يكون كل شيء حلو، لأنه نحن عم نقدم شيء للعالم تنبسط فيه. أقل شيء تقدمي لهم شاب حلو يعني بالكليب. أكيد. يعني ما بلاقيها شغلة صحية جدا. يعني في رجل حردك على أغنية؟ في أغاني اخترتها من وراء تجربة شخصية عندي أكيد. مثل فاكر من آخر ألبوم. مع كل ألبوم على شو بتفتش إليسا؟ أكيد بفتش على شيء جديد، بفتش على كلمة حلوة، على نوع موسيقى جديد، على التنويع. الكلام صار أكتر شيء له أهمية باختياري للألبومات. طبعا اللحن بيكمل الكلام. يعني أنا ولا مرة سمعت أغنية كلام أو قبلت اسمع وبعدين قدمتها تتلحن. يعني أنا دايما بيقولوا لي بدنا نسمع كلام، بقول لهم بفضل اسمع أغنية ملحنة، لأنه خلص بتبين الأغنية إذا حلوة من خلال الكلام أو من خلال اللحن. الكلمة مهمة، اللحن حلو، تجديد بالأفكار بالمواضيع. صعبة صراحة. يعني النجاح صعب. يعني النجاح بحملك مسؤوليات كتير كبيرة. يعني لك إنه الألبوم يحقق أرقام قياسية؟ أكيد بيعني لي لما تلمسيها مرة، لما تعيشيها بيصير كل مرة بدك إياها. بيصير إذا ما عمل نفس النجاح بتزعلي، بتقولي لا أنا أثرت بشي. أنا بزماناتي عملت ألبوم كل يوم في عمري،
كنت عاملة ألبوم عيشالك، وعيشالك عمل البيك تبعي. عملت عمل تاني يلي هو كل يوم في عمري، وحسيت إنه العمل أقل من عمل عيشالك. أول شي حطيت الحق على الشركة، بس لما انقطع وقت اكتشفت إنه أنا العمل اللي قدمته كان أقل من عمل عيشالك، بس رجعت عملت ردة فعل عكسية وقدمت بستناك بعده، ورجع عليت لأنه بالنتيجة لأنه العمل الحلو بده يفرض حاله، ما في شي بيخبيه، ولا شاشة ولا محطة. عمل الحلو لو ما تصور بيكسر الدنيا إذا بده، إذا كان هالقد حلو. سعيدة كتير بلقائك الليلة، صراحة لقاء رائع مستمتع. وأنا أسعد. ميرسي. وبدي أهديكي هالأغنية، أغنية الحب تعني لي كتير. أوكي.
أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون، وده حالي معاك. خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. أجمل إحساس في الكون أنا وياكي إنك تعشق بجنون، وده حالي معاك. خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون روحي أنا، قلبي المفتون كله منى، وياك بيعيش أحلانا حبيبي أنا يا روحي أنا. عشقك بجنون روحي أنا، قلبي المفتون كله منى، وياك بيعيش أحلى هنا حبيبي أنا يا روحي أنا. باللون اللي بتقدمه إليسا، هذا بيخليك خارج منافسة؟ باللون ايه، من خلال اللون الفني اللي انا بقدمه ايه، بس كنجاح في منافسه مع كتير. بيعني لك هيدا الشيء؟ انه يكون في منافسه؟ ايه. ما بيعني لي غير هالشيء، لانه انت تنجحي وتكوني لحالك ما لك فضل. صح. انه تكوني لحالك وانت ناجحه لانك لحالك، بس لما في كذا نجم موجود وفي نجاح، ساعتها اذا نجحتي انت لك فضل وانت شخص ناجح وبكل معنى الكلمه. صح. اكيد بيعني لي. قلتي مرة إنه بتحاولي إنه تبيني أنوثتك، يعني زائد على الصوت، هذا الشيء ما مش بحاول، ما في شيء. الأنوثة إنه بدها بتيجي مجهود. صح. الأنوثة أو عندك إياها أو أنت مرة أو إنه عندك أنوثة أو ما عندك إياها، هيدي شغلة ما فيها شغل، لأنه في ناس بيعملوا مجهود وبيضلهم ناقصهم هالشيء. هيدي شغلة بكاركترك، إنه يا أنت أنثى يا لا. أكيد. بس أبداً ما بشتغل عليها. أكيد. بس إنه أنا امرأة بحب كون امرأة وبحب بكون أنثى وبحب بين أنوثتي إذا عندي إياها. هاي إيه. مسألة اللوك شيء مهم بالنسبة لإلك؟ أكيد. هلأ مهم بالنسبة لي أول شيء لأنه أنا بنت، أنا امرأة وأنا بالدومين الفني، يعني أكيد. أنا بضل بطلع على العالم كل يوم بشي جديد. العالم يعني مثل ما قلت بتصيري محبوبة جماهير يعني، وعدد لا يستهان فيهم. بتصيري إنه بيشوفوكي صورة أو مثال أعلى لإلهم. بتصيري تشتغلي أكتر على صورتك. بس أكيد أنا لأنه أنا امرأة، أنا بحب كون مرتبة وبحب ألبس حلو، بلس لأنه أنا بشتغل بالضمان الفني وشغلتي إنه أطلع بأحسن طلة وأحسن صورة كمان. إليسا أهم صفة فيها الطموح. لكن الإنسان اللي ما عنده طموح ما بينجح. صح. مش أكيد. بس أنا، كل إنسان عنده موهبة بس ما عنده طموح بضل واقف محله. وفي كتير ناس بتلاقيها عندها موهبة بس ما عندهم حافز من جوا يشد فيهم طلوع، ضلهم واقفين محلهم. بفتكر الطموح هو رفيق كل إنسان ناجح، كل إنسان عم ينجح ويطلع. بيقولوا إنه كل ما زاد النجاح بيزيد الناس الأعداء إنه تعطلك على هالنجاح وتحاول إنه تنزل من قيمة الشغل تبع الفنان. تعرضت للمحاربة؟ كل إنسان ناجح هو الأكتر شيء بيكون إنه ضوء متسلط عليه. إنسان اللي منه عم يعمل شيء بحياته ما حدا باله فيه بيكون. ودايما بس يكون عندك يعني بس تكوني ناجحة بيكون عندك أعداء كتير، لأنه في كتير ناس ما بينبسطوا إنه هن يكونوا ناس عادية وعم يتطلعوا بشخص هالقد ناجح. بيصيروا كان عم نحكي صحافي أو ناس عادي بيصيروا بدهم يفختوا فيه، لأنه بتحسي نفسيا بيرتاحوا. إذا فختوا فيه بحسوا بينهم وبين حالهم إنه صاروا مثله. إليسا أنت فنانة قلقة؟ إيه جدا، يعني بالمطلق شخص قلق. كمان في تحضير ألبوماتك يعني دائما تكوني قلقة في تحضير ألبوم جديد؟ هذا أبشع شعور عندي، إنه
بس بدي بلش حضر عمل بعد ما ينزل عمل وينجح، يعني لأنه خلص بتنسي إنك قدمتي عمل حلو، بتصيري خلص كأنك عم تعملي عمل لأول مرة. إيه بشعة، كتير بشع هالشعور. بضل قلقانة وبضل عتلانة هم وبضل داون، بتصير تجعني معدتي وبتصير يجعني ظهري على التعصيب. بعدين سلامتك. بس اتوفق بالأغاني شوي شوي ببلش روق، يعني بنطر باخد وقت لشوف شو ردة الفعل، لشوف إذا رح أقدر ارتاح ولا لا. بس صعبة. عندك طقوس معينة لتسجيل الأغاني؟ يعني طقوس خاصة فيك؟ برتاح كتير بالبيت أكيد. قبل ما يكون عندي استوديو طبعا فوكاليز، قبل بيوم ونهار استوديو. ما بحب شوف ناس تزعجني، بحب دايما بحب مود، يعني بحافظ على قد ما بقدر على مودي يكون حلو، لأنه في أوقات بطلع مزعوجة ما بقدر حد صوتي. بحب دايما حيط حالي أو يطلع معي على الاستوديو ناس أنا بحبهم بيعطوني positive energy. الوقت اللي بتحبي تسجلي فيه بالليل الصبح شو؟ دايما تسجيلي يعني من 6 لحديت الساعة 3 4 5 الصبح حسب، لأنه بقعد بنقي الكلام معهم وفوت بتفاصيل بالشغل. لما بتحبي إنه تسمعي أغاني، إنه بتسمعيهم لحالك أو في ناس بتثقي فيهم إنه يختاروا معك الأغاني اللي أنت بتسمعيها؟ لا هو اختيار الأول هو لإلي والأخير لإلي، بس تستعيني بشخص. ايه أوقات بيكون عندي دوت على غنية بحب سمعها لشوف شو ردة الفعل، بس بسمعها لحدا بعرف إنه عنده دينة حلوة بالموسيقى، مش لحيلا شخص. على الأساس بتردد، وأوقات أنا لحالي بضل مترددة وقت كتير، بس برجع بقرر أنا. بس لا ليكي باختيار الأغاني لإلي يعني محسومة، لأنه أنا بدي أديها، ما بغني على ذوق حدا أكيد. قديش أغاني بتسمعي مشان تختاري أغنية واحدة؟ أوه كتير يعني بضل يجيني على الإيميل. يعني أنا أحيانا طريقة أسمع فيها الألبوم أو الأغاني هن على الإيميل على الآيباد وأي متى لما أطفي كل شيء وسكر التي في وإجي بدي نام، ساعتها هذا الوقت اللي بقدر ركز فيه. بسمع وبمحب، بس ما بتصدق إجباري تسمعي كتير لتختاري الشيء المنيح، بس كتير بدك تسمعي لأنه مش بسهولة بيطلع لك غنية حلوة. وأوقات تسمعي غنية، يعني هذيك المرة سمعت أغنية من عند ملحن لبناني، سمعتها من أول مرة عرفت إنه هالغنية بدي إياها وأخذتها. هيك بتصير. وأوقات تسمعي كتير تطلع معك أغنية حلوة. يعني عندك غاية إنه تسمعي أغاني من ناس يعني لسه جديدة، مواهب جديدة؟ أنا المهم اسمع شيء حلو. هن دايما المواهب الجديدة بيعطوكي أحسن ما عندهم، دايما بعده جديد، يعني عرفت إنه ما عنده حركات، ما عنده قصص، وبيبقوا في ناس كتير عندهم مواهب كبيرة كتير. في أغاني يعني سمعتيهم حبيتيهم وقلتي إنه على صوتي رح يلبقوا لي أكتر؟ في كتير أغاني أوقات بسمعها بقول يا الله لو سمعت هالغنية أكيد كنت أخذتها، لأنه لما تنجح الغنية بيكون كل العوامل مكتملة تنجح، لأنه في حدا يغني طريقته أدائه تنجح منه، يمكن ما تنجح معي، بس ما بشك إنه بستحلي أغاني مش أنا مغنيتها، بقول أكيد لو سمعت هالغنية ما كنت كنت أخذتها. كتير أغاني. كيف فيني إنه ما كرر نفسي فنيا؟ لأنه في ناس كتير ما عملت ستيل لحالها، فكيف تنصحيني إنه أعمل ستيل لإلي، أخذ خط لإلي؟ يمكن أنت تلاقي إنه إذا أخذت هالغنية مثلا هيدا شيء جديد وتنزل وتكون شيء مألوف جدا عند العالم، بترجعي بتشوفي شغلة تانية وبتقدميها، بتضلك تجربي لتلاقي هويتك. يعني ما في شيء من أول مرة بتقدميه وبتعرفي إنه عندك هوية. أنا مش من أول عمل اكتشفت إنه عندي هالخط بدي أمشي فيه، بس مع الوقت اكتشفت إنه هيئتني ماشي على نفس الخط وخلص هيدا الخط اللي بدي أمشي فيه. بس لحدا جديد بدك تضلك تجربي، بجوز من أول أغنية تنجح ترجعي تعملي أغنية عكس كليا ما تتوفقي فيها. هيدا الوقت هو اللي بيحكم، بس إنه بدك تكوني شوي ذكية، بدك تكوني عم بدك تجيبي ناس شاطرين حواليك، يعني ما بدك تكوني أنانية إنه أنت لازم تعملي كل شيء، لا بدك تسمعي، بدك تاخدي بعين الاعتبار آراء كتير مهمة وناس بتفهم بالموسيقى والفن كمان بده تجربي، لأنه صح.
مش دايما من أول غنية أنت بتنجحي. في ناس بتاخد معهم 10 سنين ليعملوا ألبوم ويكون هيدا الهوية تبعهم وبعدين بينجحوا، وناس من أول عمل. هيدا حظ وشو عم تقدمي. الحظ أكيد بيلعب دوره بس ما بيكفي لحاله. صح أكيد. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاه، أنا كنت باخد بعضي واروح له من سكات، والناس في عز البرد يجروا ويستخبوا، وانا كنت بجري واخبي نفسي هوا في قلبه، ولحد لما الليل ليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وياه.